قومي اعملي الطبق ده على الفطار وهتدعي لي، وكل اللي هياكله من إيدِك برضه هيدعي لي، بس اعملي أهم حاجة بالطريقة دي. كمّلي الفيديو معايا للآخر واعملي متابعة للقناة ودوس لايك، ربنا يكبر بخاطرك وينوّر لك كل اللي في بالك. يالّا تعمل متابعة للقناة. طبعًا يا جماعة ده لعشاق الحراق بس، الناس اللي ما بتحبش الحراق مش هتحب الطريقة دي، بس يعني عادي تمشي برضه بس بالفلفل الهادي. أنا عن نفسي بنحب الحراق كلنا في البيت. طبعًا ده نُص كيلو فلفل حراق كده spicy بتقليه في الزيت. الزيت اللي هتقلي فيه الفلفل ما تقليش بعده حاجة، لإنه أولًا بيسمر، تاني حاجة بيبقى حراق نار، لو قليتِ فيه حتى إيه باللذي هيخلّي الأكل حراق. فهو يعني أنا دايمًا باخلّي حاجة للفلفل بس. طبعًا بتحطيه في الطاسة بعد ما يقدح ووطّي عشان خاطر يستوي، عشان تطلّعيه يعني لونه حلو كده دهبي فاتح، ومن تاني ناحية مستوي، لإن هو بيبقى جلده سميك شوية. طبعًا الطبق ده ينفع تعمليه على الفطار، ينفع تعمليه على السحور. عايزة أقول لِك ما بيعطّشش، الحراق يا جماعة ما بيعطّشش، واللي زارع المعلومة دي في دماغنا كان قصده حاجة تانية. ما بيعطّشش، الحادق هو اللي بيعطّش، إنما الحراق ما بيعطّشش. شايفين الجمال ده؟ شايفين العظمة دي؟ والله العظيم طبق عظمة. أنا يوميًا في رمضان يوم ما بيخلص يوم ما باعمل غيره، يوم ما يخلص يوم ما أعمل غيره. ممكن على فكرة أعمله مرتين في اليوم، عادي جدًا. يفتح النِفس كده ويغيّر الدم كده ويجري الدموية. أنا الصراحة باستغرب الناس اللي بتحب الأكل يعني الهادي، باستغربهم، بس في ناس لعذرها يعني لظروف صحية، إنما الناس اللي ما عندهاش ظروف صحية دي أنا باستغربها. أنا يعني من وجهة نظري الأكل لو مش حراق مش هاكل. شايفين بقى استوى بقى جميل إزاي؟ قبل ما تشيليه بدقيقة بالضبط على النار عشان خاطر يصفّي كل الزيت اللي فيه. شايفين الجمال ده؟ شوفوا ده بقى بالنسبة لي طبق الحلويات، ده طبق المقبلات. شُفتوا الحلويات دي؟ طبعًا هو لسه سخن النار كده، ترشّي عليه شوية ملح، بس ملح خفيف، ما تكتريش، عشان بس يبقى مضبوط والتيست بتاعه حلو. شايفة الجمال؟ طبعًا الملح هيسيح بقى عليه كده. طبعًا أنا عندي هرسة شطة، باحط منها معلقة كده على بتاع الفلفل برضه. عايزة أقول لِك إن الشطة دي كمان حراقة، يعني الفلفل حراق والشطة حراقة، الاتنين حراقين. بس مش الحرقية اللي ما حدش يتحمّلها لأ، يعني حرقية حلوة. عايزة أقول لكم إن الهريسة لمّا بتنقعد في التلاجة شهر والّا حاجة بتفقد حرقيتها. شُفتوا الألوان، شايفين الجمدان. والله العظيم أنتِ لو ما أنتِ جعانة بعد ما تشوفي الطبق ده لا تاكلي. التيست بقى اللي هيعلّي معاكِ ويخلّيه يوديه في حتّة تانية معلقة الخل دي. شُفت الحلويات دي فين قبل كده. أنا ما باحبش يا جماعة أضيف له توم، باحس إن التوم للبتنجان أفضل، ما باحبوش على الفلفل. شوفوا الحلويات دي. دي بقى يشرب من بعضه كده وتحطيه على الفطير كده تفضلي تاكلي منه. يُمّي، يُمّي على الجمال. تسلم إيد اللي عمل. يالّا تعالوا افطروا معانا.